تخيل نفسك في وسط المحيط. البحر هادي من حواليك وفي ضباب شديد جدا، بس وفي وسط كل ده بدأت تاخد بالك من سفينة بتتمايل قدامك بهدوء. مفيش حركة، مفيش صوت، فتقرر ان انت تطلع عليها. الاكل متجهز ومتساب، الكراسي موجودة في مكانها ولكنها فاضية، هدوم الاطفال موجودة على الارض، دفتر القبطان مفتوح، كل حاجة طبيعية وفي مكانها الا حاجة واحدة بس: البشر كلهم اختفوا. النهارده هنتكلم عن اكبر وارعب لغز بشري في تاريخ البحار، سفينة ماري سيليست. ايه اللي حصل لها؟ والطاقم بتاعها المكون من 10 افراد اختفى فين؟ ايه مصير السفينة والحكايات الملعونة عنها؟ كل ده هنتكلم عنه في حلقة النهارده. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة، واعمل كوباية الشاي بتاعتك ويلا نبدأ. بتبدأ القصة في يوم 7 نوفمبر من عام 1872. اليوم ده اتحركت السفينة ماري سيليست من ميناء نيويورك متجهة لجنوة في إيطاليا. على متن السفينة بقى كان القبطان بنيامين بريدجز، كان مخضرم جدا في مجاله، وده مش من فراغ ولكن بسبب خبرته في الإبحار اللي اتعدت ال 25 سنة، وكمان زوجته سارة وبنتهم صوفيا واللي وقتها عمرها كان 2 بس، و7 أفراد كمان من طاقم السفينة. حمولة ماري سيليست كانت توصيل 1700 برميل كحول لإيطاليا، وبالفعل اتحركت السفينة في مسارها وبدأت رحلتها ومفيش أي مشاكل. والمفروض الرحلة دي كانت هتستغرق شهر، بس حصل اللي ما كانش في الحسبان. في يوم 5 ديسمبر من نفس السنة، وأثناء رحلة تجارية عادية جدا للسفينة دايجراتيا بقيادة القبطان ديفيد مورهاوس، اتفاجئ بسفينة موجودة قدامه بتتمايل كده في البحر بهدوء وحواليها سكوت. والكلام ده كان موجود بقى في المحيط الأطلسي، قريبة شوية من مجموعة جزر الأزورس. ولما مسك القبطان المنظار بتاعه بدأ إن هو يدقق في ملامح السفينة دي، اتعرف عليها برعب. دي سفينة ماري سيليست، سفينة صديقه القبطان بريدجز. واللي رعبه أكتر بقى إنه ده أصلا مش المكان اللي المفروض ماري سيليست تكون موجودة فيه، ده مش خط سيرها أصلا. إيه اللي جابها هنا؟ ولما بدأ يدقق بالنظر أكتر شاف إن السفينة شوية من الأشرعة بتاعتها كانت مقطوعة، والشوية التانيين كانوا مقفولين أصلا. الله، إيه اللي بيحصل؟ هنا مورهاوس ما كانش مركز في أي حاجة وكان سايح في الأسئلة اللي موجودة جوه دماغه. إيه اللي حصل؟ وإيه اللي جاب السفينة هنا؟ ليه الأشرعة منظرها عامل كده؟ وليه السفينة أصلا ما بتتحركش؟ في إيه؟ بس كسر تفكيره ده واحد من الطاقم وهو النائب بتاعه أوليفر ديفيو. لما سأله هنعمل إيه؟ فطلب منه مورهاوس إنه يتحرك بمركب الإنقاذ وياخد معاه 3 من أفراد الطاقم ويروح يفحص ماري سيليست. وبالفعل اتحرك أوليفر والطاقم اللي معاه للسفينة، ولما وصلوا بدأوا ينادوا لعل وعسى حد يرد عليهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. السكوت هو اللي سايد، حرفيا ما كانش فيه غير صدى صوتهم وهم بيندهوا. فهنا قرر فريق الإنقاذ بقيادة ديفيو إن هم على طول هيطلعوا للسفينة علشان يفهموا فيه إيه. وبالفعل طلعوا، بس المفاجأة بالنسبة لهم مفيش أي حد من أفراد طاقم سفينة ماري سيليست موجود. السفينة مهجورة تماما. بس الأغرب بقى من كده إن كل حاجة تانية موجودة على السفينة، كل مقتنيات أفراد الطاقم موجودة في مكانها، حتى الأكل كان موجود على السفينة زي ما هو وبمخزون يكفي أكتر من 6 شهور. الله، طب تمام، السؤال هنا بقى هم راحوا فين؟ لما دخل فريق الإنقاذ على كابينة القيادة شافوا إن البوصلة وكل أدوات قياس المسافات كانت متكسرة، وكمان الجزء الأسفل من السفينة كان مليان بالمية، بس مش للدرجة اللي تخلي السفينة تغرق. ولما بدأوا إن هم يدوروا أكتر لقوا إن في مضخة من المضخات ال3 اللي موجودين في السفينة مش موجودة. ولما بصوا على آخر السفينة لقوا إن في حبل مربوط كويس ما بين مؤخرة السفينة وباقي الحبل واقع في المية، وده معناه إن كان في حاجة مربوطة بالحبل ده ما بين السفينة والجزء اللي موجود في المية. واللي كان بقى مفقود من السفينة هي الأوراق الرسمية بتاعة السفينة وشوية من أدوات الملاحة، وكمان كان في قارب نجاة واحد مش موجود. يعني إيه؟ حد من السفينة هرب؟ طب هرب ليه؟ في حاجة مش منطقية. انت مجمع معايا اللي بيحصل؟ سفينة كل الطاقم بتاعها مش موجود بس اغراضهم كلها موجودة زي ما هي. هتقولي طب ما ممكن اخدوا الحاجات اللي انت قلت ان هي ناقصة دي واخدوا قارب النجاة ومشيوا. طب والاكل والشرب؟ ما الحاجة دي موجودة في المخازن زي ما هي،
والسؤال الاهم، ليه اصلا يسيبوا سفينه سليمه ما فيهاش اي مشكله يقرروا ان هم ياخدوا سفينه النجاه ويمشوا؟ في حاجه مش منطقيه. طب بلاش كل ده، الحموله اللي كانت معاهم ال 1700 برميل سابوها ما خدوش منها اي حاجه؟ هتقول لي يا عم عمر طب ما القارب صغير مش هيكفي البراميل دي. هرجع لك تاني لنفس السؤال واقول لك هم ليه اصلا سابوا السفينه؟ طب ما السفينه زي الفل وما فيهاش اي مشكله. طبعا هنا هتقول لي اول حاجه جت في دماغك وهي مجايز السفينه حصل عليها قرصنه. هقول لك لا، مستبعده تماما، وده بسبب ان مورهاوس لما لقى السفينه كان كل حاجة موجودة زي ما هي، كل مقتنياتهم الثمينة كانت موجودة، حمولة ال 1700 برميل كانوا موجودين، ما نقصش منهم برميل واحد، فمستحيل يكون قرصنة. بس خليني أقول لك إن الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة من الحمولة هو مخزون 9 براميل. يعني إيه؟ يعني في 9 براميل موجودين زي ما هم ما اتسرقوش، بس اللي جواهم مش موجود، الكحول اللي جواهم مش موجود. طب جايز مثلا الطاقم اتمرد على الكابتن وقتلوه هربوا، السفينه ما فيهاش خدش واحد، ما فيهاش نقطه دم واحده، ما فيهاش اي حاجه تثبت ان حصل اي نوع من انواع العنف على ظهرها. الغاز واسئله كتيره جدا ملهاش ولا جواب، جايز في اخر الحلقه نقدر نطلع بجواب منطقي او نحللها مع بعض. المهم رجع فريق الانقاذ للمركب بتاعتهم وقالوا للقائد مورهاوس على كل اللي شافوه. فهنا جه في دماغ القائد فكره ان هو يشوف السجل بتاع السفينه. ايه السجل بتاع السفينه ده؟ هو سجل بيكتب فيه قبطان الرحله او قبطان المركب على كل حاجه حصلت له في الرحله، كل حاجه غريبه، الرحله بتاعته كانت ماشيه ازاي، هل مثلا قابل عواصف، قابل حاجه غريبه، ايا كان حاجه بالظبط كده شبه الصندوق الاسود في وقتنا دلوقتي اللي بيبقى موجود في الطيارات وفي السفن، علشان يعني لو حصل اي حادث من اي نوع الناس تعرف بالظبط ايه اللي حصل. لما شافها بقى القبطان مورهاوس شاف ان بنجامين كان موثق فيها ان قابله طقس ما كانش متزن تماما، وعاصفه شديده جدا فضلت مستمره معاه لمده اسبوعين كاملين. بس استنى قبل ما تقول ما هم يا عم عمر حصل لهم عاصفه واتشلحوا، اصبر بس ما تستعجلش كده، لان اخر توثيق في المذكره كان يوم 25 نوفمبر 1872 تحديدا الساعه 6 الصبح، قال فيها القبطان بنجامين انه اخيرا العاصفه انتهت امبارح، يعني يوم 24، واحنا حاليا تمام وشايفين الارض والجو بقى كويس. يعني ايه يا معلم؟ يعني العاصفه ما كانش ليها اي دعوه باللي حصل، جايز تكون هي السبب في نسبه الميه اللي موجوده في قعر السفينه، بس زي ما قلت لك من شويه النسبه دي ما كانتش خطيره ان هم يسيبوا السفينه ويهربوا. مخك لف كتير، ها استنى انت لسه شفت حاجه؟ هنا القبطان مورهاوس دماغه لفت زينا كده بالظبط وما كانش فاهم اي حاجه، ما لقاش اي حاجه يعملها غير ان هو يربط السفينه ماري سيليست بالسفينه بتاعته ويسحبها لاقرب مستعمره بريطانيه موجوده، وفي وقتها كان جبل طارق، ويسيب بقى القصه دي للمحققين ويفضي دماغه هو. وعمل كده بالفعل، بس التحقيقات ما وصلتش لاي حاجه ولا قدروا يعرفوا ايه بالظبط اللي حصل لماري سيليست. وهنا بقى بدات الفرضيات تظهر. فكانت اول فرضيه وهي للمحقق فريدريك فلود بمحاوله منه ان هو يكشف السر. فهنا افترض بقى ان كل الجو اللي حصل ده هو تمثيليه عاملها القبطانيه، يعني بما انهم صحاب، وده عشان يستفيدوا من الحموله اللي موجوده على ماري سيليست. لانك لو ما تعرفش فقانون البحار وقتها كان بيرخص لاي حد يلاقي مركب تايهه ويساعد في انقاذها او انقاذ الحموله اللي موجوده عليها انه بياخد مكافاه كبيره جدا. وكل ما كانت السفينه غاليه والحموله اللي عليها غاليه كل ما النسبه بتاعتك زادت. ده غير حق التامين اللي من وجهه نظر فريدريك فلود كانوا طمعانين فيه مع ان السفينه سليمه. بس الفرضيه دي بقى كان فيها مشكله او مشاكل كتيره بصراحه، وهي ان بنجامين ما كانش المالك الوحيد للسفينه. ماري سيليست كان ليها اكتر من 3 اشخاص بيملكوها او 3 شركاء، فكده بريدجز ومورهاوس مش هياخدوا اي حاجه غير نسبه بسيطه جدا من الحموله اللي كانت موجوده فيها، واللي هيكون سدس الحاجات اللي موجوده على السفينه. فمن الاخر كده الموضوع مش جايب همه ولا يستاهل كل الفرهده دي عشان يعملوها، وده اللي خلى بقى الفرضيه بعيده شويه وتم استبعادها تماما. فريدريك يسكت؟ لا، طلع بفرضية تانية وبتحليل تاني أنيل من الأولاني، وهي إن القبطان بريدجز قتل كل الطاقم بتاع سفينته واستخبى في سفينة صديقه مورهاوس، وده برضه طبعا منه في التأمين. بس برضه الفرضية دي اتقابلت بالمعارضة الشديدة جدا، إنه إزاي قبطان زي ده هيقدر إن هو يقتل كم العدد ده من الناس؟ طب بلاش دي، هيقتل مراته وبنته، وزي ما قلنا انه حتى لو عمل كده برضه ما كانش هيكسب اي مبلغ من مبلغ التأمين بسبب ان هو مش المالك الوحيد للسفينة، فبرضه فرضيته عيانة. ده غير انه بعد البحث والتحقيق في السفينة قالوا بشكل قاطع ان السفينة ما فيهاش ولا خدش واحد ولا حتى نقطة دم واحدة،
مفيش اي حاجه تثبت ان حصل اي نوع من انواع العنف فيها، يبقى قتلهم ازاي؟ وطبعا القراصنه كان ليهم حته من التورته، بس دول بقى فرضياتهم اتنسفت من قبل حتى ما تطلع، وده ببساطه لانه زي ما قلت لكم ما كانش فيه اي حاجه ناقصه من السفينه، ولا المقتنيات بتاعتهم، ولا حتى الحموله اللي المفروض اي قرصان هيطمع فيه. فهنا طلعوا بقى بفرضيه تانية، وهي تمرد القبطان كله على القائد بتاعهم او الكابتن بتاعهم بريدجز تحت تاثير الكحول، ونسبوا حجتهم دي ان كان في 9 براميل كاملين فاضيين من الكحول، يعني الطاقم اللي شربه. بس شويه من الصحف الشهيره كان ليها وجهه نظر منطقيه شويه في تحليل قصه ماري سيليست، زي مثلا صحيفه ذا سميثسونيان وصحيفه نيويورك تايمز. قالوا ان الخشب اللي كان مستخدم في البراميل هو خشب البلوط الابيض، واللي كان مستخدم في ال9 براميل اللي فاضيين كان خشب البلوط الاحمر. والبلوط الاحمر بتكون نسبه تسريب السوائل منه عاليه جدا. ومش بس كده، ده كمان حللوا القصه، فقالوا ان القبطان بريدجز هو اللي امر الطاقم بتاعه ان هم يخلوا السفينه وياخدوا قارب النجاه وينزلوا منها، وده بسبب خوفهم من الدخان اللي كان طالع بسبب حموله الكحول واللي ممكن يسبب انفجار كامل للسفينه. وكمان ذكروا ان الحموله اللي كانت قبل حموله الكحول على طول كانت حموله فحم، وده اللي زود الطين اكتر بسبب وجود ترسبات من الفحم دي مضخات السفينه، وده اللي خلاها تقف. طيب فاكر الحبل اللي قلت لك عليه انه كان مربوط في ظهر السفينه؟ صحيفه بتقول ان القبطان كان رابط قارب النجاه في الحبل ده ما بين القارب وما بين السفينه ماري سيليست على مسافه مش بعيده قوي ومش قريبه قوي، علشان لو ما حصلش الانفجار اللي هو بيقول عليه ده يقدر تاني يرجع لماري سيليست. وقالوا ان الحبل اتقطع بسبب العواصف اللي حصلت. الموضوع مش داخل دماغك صح؟ ولا انا، لانه ببساطه لو ده اللي حصل طب ما خدوش اكل معاهم ليه؟ ما خدوش اي اداه تساعدهم على قارب الانقاذ ليه؟ يعني خلينا نقول دلوقتي مثلا ماري سيليست كانت انفجرت وهم دلوقتي معاهم قارب النجاه وقاعدين في نص المحيط، ما خدوش اكل، ما خدوش شرب، ازاي؟ وبعدين بقى عواصف ايه اللي قطعت الحبل ما بين قارب النجاه وما بين ماري سيليست؟ ما هو كان قايل في المذكرات بتاعته ان العاصفه وقفت يوم 24، يعني قبل ما يبطل كتابه في المذكرات بيوم. كان قايل ان الجو زي الفل وانه خلاص شايف اليابسه ومفيش اي حاجه. فالنظريه فعلا ضعيفه شويه وفيها شوايب كتير، بس دي كانت الاقرب للواقع، وده من كتر ما الناس مش عارفه هو ايه اللي ممكن يكون حصل. المهم انا مستني تحليلك انت في الكومنتات. في فئه تانية بقى من الناس ربطت اللي حصل ده بظواهر مرعبه، ودي كانت الاغلبيه من الناس خصوصا بعد التاريخ الملعون للسفينه دي. فاول مالك للسفينه وقبطانها الاول اتعرض لمرض غريب ومفاجئ من قبل حتى اول رحله ليه، ومات بدون اي سابق انذار. وفي اول رحله بقى لماري سيليست مع قبطانها الجديد عملت حادثه واصطدمت بسفينه تانية في القناه الانجليزيه، وراحت لمالك تاني وبرضه عملت حادثه واتصلحت، وبعدها راحت لمالك تالت وعملت حادثه برضه واتصلحت، وهكذا اكتر من 7 مرات. السفينه ما بتمشيش عدل مرتين على بعض، لحد ما جه بقى اخر مالك ليها وقرر انه هيبقى خلاص دي النهاية بتاعت ماري سيليست. ففي عام 1885 سمع المالك الجديد بتاعها جيلمن باركر عن التاريخ المشؤوم للسفينة دي وكل اللي حصل للناس اللي اقتنوها او اللي ابحروا بيها. فهنا قرر ان هو هيعمل خطة، وهو انه يدمر السفينة تماما علشان يخلص من شرها وما يحصلهوش زي ما حصل للناس، وفي نفس الوقت ياخد فلوس التأمين بتاعتها. وين وين صح؟ لما قرر جيلمن ان هو يعمل كده وبالفعل اخد ماري سيليست ودخل فيها في شعب مرجانية صخرية واتدمرت السفينة تماما وبقت بعيدة عن الإصلاح أو ما ينفعش إن هي تتصلح. أخد ساعتها قارب النجاة هو والطاقم بتاعه وكلم شركة التأمين وحكى لهم على كل اللي حصل. بس تفتكر شركة التأمين بتوزع فلوس كده لله؟ مش عبيطة هي برضو. اللي حصل إن هم عملوا تحقيق كامل وقدروا إن هم يوصلوا لملابسات القضية دي ويعرفوا إن الحادث كان مدبر من قبل القبطان والفريق بتاعه، وبالفعل اتقبض عليهم بتهمة الاحتيال، ولكن خرجوا بعدها بشوية. بس يا صديقي ماري سيليست ما سابتهمش في حالهم. فالقبطان بعد ما خرج سمعته اتدمرت تماما بسبب اللي حصل، فما بقاش يشتغل ووصل لانه فلس وقرر ان هو هينتحر. وكل فرد من افراد الطاقم في اكتر من روايه بتقول ان كل واحد فيهم مات بطريقه مختلفه. ومش بس كده، ده كل شركاء القبطان باركر اللي عصبته في الروايات بيقولوا ان في واحد فيهم اتجن تماما وبرضه قتل نفسه، والاتنين التانيين خسروا كل فلوسهم في اعمال غير مشروعه واتقبض عليهم. السفينه بالرغم من
من ان هي اتدمرت وبقت حطام، الا ان لعنتها فضلت مكمله وصابتهم كلهم، وبقت سيره السفينه دي هي حديث كل الصحف وقتها، لدرجه ان كونان دويلي وهو مؤلف شخصيه شارلوك هولمز الشهيره عمل روايه كامله مستوحاه من قصه السفينه دي، وكانت واخده نفس الاسم ماري سيليست، علشان يعدي اكتر من 150 سنه علشان تفضل ماري سيليست واحده من اغرب وارعب الالغاز البحريه في التاريخ، اللي لسه لحد النهارده مجهوله ومحدش يعرف ايه بالفعل اللي حصل. فانت ايه رايك؟ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان توصلك كل الحلقات الجديده، وتقول لي تحليلك للقصه.